السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل وصفة سهلة وسريعة للناس بقى الجعانين، سواء بقى مغتربين او جعانة في نص الليل ومش حابة ان انت تاكل اكل ساقع وكده، وتقومي تحضري الوصفة دي في اقل من 5 دقايق. ده حوالي نص كيلو مكرونة كده الصغيرة دي. طبعا اي نوع حابة اللي انت تعمليه، بس يفضل المكرونة الصغيرة دي. وجبت بصلية كده كبيرة قطعتها حتت صغيرة، وفلفلية برضو كبيرة، وقرن شطة برضو كبير، وطماطمتين كده صغيرين، وفصين توم برضو كده قطعته كله حتت صغيرة. وطبعا هنحتاج ملح، هنحتاج فلفل، هنحتاج كمون، هنحتاج وحدة مرقة دجاج، وهنحتاج زيت وكيس صلصة. هي دي المكونات بتاعتنا. هبدأ بقى ايه، احط حلة على النار كده وابدأ انزل فيها المكرونة دي حوالي نص كيلو. يفضل ان احنا نستعمل الصغيرة دي، ما شاء الله بتبقى جميلة وزي العسل. وبعدين هضيف ايه، هضيف معلقتين زيت، هضيف البصل، هضيف الفلفل والشطة والطماطم والثوم وكيس الصلصة برضو، واضيف مرقة الدجاج وشوية ملح وشوية كمون وشوية فلفل، واضيف كوباية مية عليها اهو. بسم الله ما شاء الله جميلة. اضيف بقى كيس الصلصة، احط شوية ملح وشوية كمون وشوية فلفل. الصلصة ما شاء الله برضو بتديها لون حلو كده مع الطماطم. كيس الصلصة دي ما شاء الله جميلة قوي، تحمر معاكي، وبرضو سعرها قليل. انا جايبة علبة، حطيت شوية ملح شوية كمون شوية فلفل اسود. هبدأ بقى اقلبهم كويس كده مع بعض، واحط مرقة الدجاجة مكعب المرقة، وايه معلقتين الزيت، وهنا ايه ضفت كوباية مية. هعلي عليها النار، اول لما تبدأ تغلي معايا اهدى عليها خالص واسيبها ايه تستوي كده مع نفسها، مش هتاخد منك دقيقتين على النار. ما شاء الله جميلة قوي، اول مرة اجرب الطريقة دي وعجبتني جدا، احسن من المكرونة بقى التقليدية وتفضلي تسلقي وصلصة والحوارات. فدي احسن جدا يعني. بدأت تغليها معايا، هبدأ بقى اهدى عليها النار واسيبها ايه تستوي كده مع نفسها. طبعا ضفت معلقتين زيت، الزيت بقى بيخليها ايه كده مفلفله وما شاء الله جميله. مكعب مرقه اهو. ضفت، كنت عاوزه اضيف كمان يعني، فضفت شويه كده صغيرين من مكعب المرقه. مكعب المرقه طبعا بيظبط الملح بتاعها وبيديها طعم حلو قوي. طبعا انا ضفت كمان شويه ميه، ضفت كوبايه وبعدين ايه زودت شويه، حسيت ان هي محتاجه ميه تاني فضفت شويه صغيرين. بلاش تحطوا ميه كتير عشان ما تعجنش منكم. بصوا ما شاء الله. هبدأ بقى اسيبها على النار هادية بقى تستوي كده مع نفسها. ما شاء الله ريحتها روعة، بصوا مفلفلة وجميلة ازاي، وطبعا مش حلة تيفال ولا حاجة. بصوا ما شاء الله مش لازقة ولا اي حاجة معايا. طريقة حلوة وسهلة وبسيطة واقتصادية وكمان مغذية، فيها كل العناصر الغذائية، وفي حلة واحدة مش هتحتاجي بقى مواعين كتير ولا هتاخد منك وقت كتير يعني. ممكن تعملها في دقيقتين، تحط كل حاجة على بعضها وهي تستوي مع نفسها. ما شاء الله طعمها روعة ومغذية، واي حد انه يقدر يعملها، لو حتى لسه مبتدئ او كده تقدر تعملها بكل سهولة وبساطة. حاجة حلوة وجميلة هي ما شاء الله. بصوا ما شاء الله مفلفلة وحلوة ازاي، مش معجنة معايا. هقول لكم تاني الطريقة. يبقى حطيت اول حاجة المكرونة حسب ما انت عاوزة، سواء بقى الكمية او نوعها ايه. يفضل المكرونة الصغيرة. حطيت عليها بصلاية، حطيت عليها فلفلاية، حطيت عليها قرن شطة، طماطمتين صغيرين، فصين توم، شوية ملح شوية فلفل شوية كمون، معلقتين زيت، كوباية مية، وكيس صلصة، ومكعب مرق الدجاج، وسبتهم على النار. اول لما يغلوا هدي عليهم النار. هتشوفي لو كانت محتاجة مية تاني ممكن تزودي شوية مية تانيين. بس كده، طريقة سهلة وبسيطة. وبصوا ما شاء الله جميلة ما شاء الله، فلفلة وجميلة اوي، طعمها كان روعة. جربوا الطريقة دي بقى، قولوا رأيكم في التعليقات، ومتنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس. السلام عليكم.